جيزفالدو فيريرا، المدرب اللي اتلقب في أوروبا بالبروفيسير وفي البرتغال بشيخ المدربين. المدرب اللي طلع من تحت إيده أسماء كبيرة في عالم التدريب زي جوزيه مورينيو ونونو سانتو وكارلوس كيروش وحتى جوزيه جوميز. جيزفالدو فيريرا اللي مش بس حقق نجاحات كبيرة مع الزمالك، لكنه كمان قدر يسيب مكانة كبيرة في قلوب الزملكاوية، لدرجة انه المدير الفني الوحيد اللي الجمهور رفع له سنارة وهدف باسمه في المدرجات. جده فيريرا اللي قادر يقدم لك امتع نسخة من الزمالك في ولايته الاولى وهو بيلعب من غير باك شمال، عشان يوظف الديفندر حمادة طلبة في المركز ده ويبقى هو الباك الشمال الاساسي لمنتخب مصر، رغم انه كان بيلعب برجله اليمين. وفي ولايته التانية قدر يحقق الثنائية الاعجازية بسيد نيمار واسامة نبيه ومحمد طارق. وفي الحقيقة ان الراجل ده انجازاته ما كانتش مختصرة بس على الزمالك، بالعكس، جيزفالدو فيريرا ليه سي في عظيم في عالم التدريب، قادر انه يصنفه انه مش بس اعلى مدير فني دخل مصر بل في افريقيا كلها. انا جاي اكلمك النهارده عن اسطورة التدريب واسطورة التدريس التدريبي، الملقب بالمعلم المدرب، البروف جيزفالدو فيريرا. مانويل جيزفالدو جوردوزو فيريرا. وزي اي مدرب، فيريرا مسيرته في عالم كرة القدم بدأت كلاعب لنادي كاسابيا البرتغالي، ولكن بيقرر يعتزل اللعب بدري ويتجه لعالم التدريب. بس في الحقيقة برضو هو ما كانش اخد القرار بالتدريب مباشرة. خلينا اوضح لك، لحد دلوقتي مفيش مصدر موثوق بيأكد على السن اللي اعتزل فيه جيزفالدو فيريرا كلاعب كرة قدم، ولكن كل المؤشرات بتؤكد انه اعتزل ما بين سن ال 22 سنة لسن ال 25 سنة. في كلتا الحالتين يعتبر اعتزاله كان مبكر جدا، ولكن بعد اعتزاله مباشرة بيقرر انه يكمل دراسته في معهد للتربية البدنية. المعهد ده عامل كده زي كلية تربية رياضية عندنا هنا. فيريرا بعد ما اتخرج من المعهد العالي للتربية في لشبونة تم تعيينه كأستاذ ومحاضر في المعهد ده، كل ده وهو لسه ما كملش سن ال30 من عمره. وفي الوقت ده كان بداية تأسيس الجيل الثالث للمدربين البرتغاليين، واللي كان من ضمنهم المدرب المخضرم جوزيه مورينيو. فيريرا قضى نص عمره في المعهد ده بيعلم ويخرج من تحت ايده مدربين كبار امثال كيروش، ومن بعده كان قابل فيريرا ونونو سانتو واغلب المدربين البرتغاليين اللي موجودين على الساحه حاليا. فيريرا ساب المعهد وهو عنده 40 سنه، وكان اول فريق يمسكه في حياته هو ريو مايور في البرتغال، وكان دايما حاطط نفسه في مكانه المعلم، ونظريه التطوير من الصفر اهم عنده مليون مره من انه يصنع مجد شخصي. فقعد اكتر من 10 سنين بيأسس في فرق صغيره، بمعنى يعني انه بيعمل من الفسيخ شربات. ومن سنة 1993 إلى سنة 1998 كانت أول محطة معقولة تليق بحجمه، وهي إنه مسك منتخب البرتغال تحت 21 سنة وأسس جيل أغلبه احترف بره البرتغال. وكمان كان في أكتر من اسم كانوا من ضمن جيل بورتو 2003 اللي فاز بيه مورينيو بدوري الأبطال، وكل اللعيبة دي كانوا بيتدربوا تحت إيد فيريرا من وهم في الناشئين و18 سنة بس. فيريرا قدر يكون منتخب قوي جدا، بالرغم ان كان اختياراته معتمدة على الفرق المحلية، ما كانش فيهم حد فلتة مثلا بيلعب في ناشئين الريال او برشلونة. ومن ضمن ارقام فيريرا مع منتخب 21 سنة في التصفيات المؤهلة لبطولة اوروبا هو انه لعب 6 ماتشات بس، سجل 22 هدف واستقبل 6 اهداف. ومع منتخب 20 سنة قدر يوصل بيهم لكأس العالم 98، ولكن بيخرج من دور ال 16 من منتخب اليابان بعد ضربات الترجيح. وفي موسم 2001 استعان نادي الفيركا بفريرا، لكنه ما عادش كتير معاهم. وكان ابرز نتائجه مع الفريق ده واللي كان بيصنف انه من اقل الفرق في الدوري البرتغالي من حيث الميزانيه، لكنه قدر يفوز على بنفيكا مرتين بنتيجه 2-0، وسبورتنج براغا 3-1، وسبورتنج لشبونه 3-1 برضه. ولكن في السكه كده بيخسر هزيمه تقيله من بورتو 6-0. بس كمجمل يعني هو قدم موسم معقول قادر ينقذ الفريق من الهبوط، ومن بعدها بيتولى منصب مساعد مدرب مع نادي بنفيكا قبل رحيل توني، عشان في نفس الموسم 2002 يعلن بنفيكا عن فيريرا هو المدير الفني للفريق. فيريرا لعب مع بنفيكا 29 ماتش فيما تبقى من موسم 2002 وموسم 2003، اللي قدر الفريق يحقق في المركز الثاني بفارق 10 نقاط فقط عن بورتو بطل الدوري. فاز في 16 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 6 ماتشات. وبعدها بيتولى القيادة الفنية لنادي سبورتنج براغا في أواخر الموسم وهم اوريدي بيهبطوا، وبالفعل فيريرا أنقذ الفريق من الهبوط بفارق نقطتين. وفي الموسم اللي بعده فيريرا قدر يحول شخصية الفريق تحول رهيب، من فريق بينافس على الهبوط لفريق بيدخل وسط المربع الذهبي
موسمين على التوالي. وفي موسم 2006 والمسيرة الأشهر لفريرا هي تجربة بورتو، وهنا أنا مش هكلمك على أرقامه المحلية وإنه أول مدرب في تاريخ البرتغال يحتكر الدوري والكاس 3 مواسم على التوالي. أنا هكلمك عن أرقامه القارية وإزاي كان قادر ينافس حيتان بفريق أشهر نجم فيه كان هالك. فيريرا لعب 4 مرات دوري أبطال أوروبا مع بورتو، 3 مرات صعد كأول المجموعة، مرتين على حساب أرسنال جيل فينجر، ومرة على حساب ليفربول، ومرة صعد تاني مجموعته مع تشيلسي كارلو أنشيلوتي. يعني في ال4 نسخ فيريرا تخطى دور المجموعات. بمجمل لعب 35 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 8 وخسر 11 ماتش. في دوري أبطال 2009 صعوده كأول المجموعة كان في صالحه وما كانش في صالحه. في صالحه لأنه لو كان صعد تاني كان هيلاعب ليفربول في دور ال16، ولكن بيبتعد عن مواجهة ليفربول وبيقابل أتلتيكو مدريد، وبالفعل بيصعد لربع النهائي. ولكن من سوء الحظ بقى مواجهته في ربع النهائي كانت قدام حوت التدريب وقتها السير أليكس فيركسون. فيريرا أحرجه في الأولد ترافورد وتعادل معاه 2-2 بعد ما كان فيريرا متفوق عليه، ولكن غلطة ساذجة من المدافع ضيعت على بورتو فوز تاريخي في آخر الدقايق. وفي مباراة فيريرا ما بيقدرش يحافظ على النتيجة وبيدخل فيه أهداف وبيطلع من دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. فيريرا لولا إن هو بيقابل فريق مصنف وصعب في دور ال16 وربع النهائي لكان قدر يصنع مجد شخصي كبير في البطولة دي اللي هو كان سيء الحظ فيها تماما. علق فالكاو على الفترة دي بعد رحيل فيريرا وقال إن فيريرا هو اللي علمني إزاي ألعب كورة، وقال إن المدرب ده بيضيع كتير من وقته الشخصي بعد الشغل لتعليم اللعيبة كل شيء عن كرة القدم بشكل فردي، واللي بسببها دخل من ضمن مدربين الصفوة في أوروبا 3 مرات. والقائمة دي كانت بتضم السير أليكس فيركسون وأكبر المدربين في أوروبا، وده كان إنجاز كبير إنه يحط اسمه وسطهم أكتر من مرة. وقبل وصول مورينيو لبنفيكا رئيس النادي كان عايز يعين فيريرا مراقب عليه لأنها كانت أول تجربة لمورينيو، ولكن بيرفض مورينيو بسبب إنه ما كانش هيقدر يدي تعليمات للعيبة قدام معلمه اللي هو اصلا معلمه التدريب وبينفذ اساليب لعبه. ومن ضمن تصريحات مورينيو بقى بعد كده ان فيريرا كان بيفكروا بحكايه الحمار اللي كان بيشتغل 24 ساعه في اليوم لكنه معرفش يبقى حصان. وفي 2010 كان اسوأ اختيار لفريرا في مشواره التدريبي كله وهو مشروع مالجا الاسباني، واقيل بعد 10 ماتشات فقط وتحقيقه ل2 فوز فقط في الدوري الاسباني كله، وكانت دي هي اغرب واسوأ محطه ليه. وكان بالمناسبة المدرب المساعد لفريرا هو جوزيه جوميز، والمدرب الحراس في جهازه الفني برضو كان نونو سانتو، واللي قال بعد كده انه لما حب يعمل دورات تدريبية اتجه لفريرا عشان يعلمه ازاي يكون مدرب، وبعدها بيوافق انه يخوض تجربة من اصعب التجارب اللي ممكن اي مدير فني يدخل فيها، وهي تجربة باناسينايكوس اليوناني. بعد تمرد اللاعبين وسوء الإدارة وتفكك الفريق فيريرا بيقدر انه يعدي بيهم من الكبوة دي برغم انه محققش معاهم بطولات او نجاحات كبيره، ولكن بيخسر في 23 ماتش من اصل 90 مباراه، وده رقم عظيم جدا. لكنه برضه هو اللي قدم استقالته بنفسه ورحل عن الفريق عشان يرجع تاني على البرتغال، والمره دي من خلال بوابه نادي سبورتنج لشبونه. وقاد سبورتنج لشبونه في موسم 2012 خد بيهم المركز الخامس في الدوري وحقق معاهم 10 انتصارات من 18 ماتش، عشان في موسم 2013 بقى وقبل دخوله لمصر يمسك سبورتنج براغا تاني ولكن لفترة قصيرة جدا، وبعدها جت محطته الأجمل والأعظم وهي نادي الزمالك. الراجل ده قدر يعمل من الفسيخ شربات حرفيا في سكواد الزمالك، فنش الدوري بفارق 8 نقاط عن الأهلي، أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع. قدر يحقق ثنائية الدوري والكاس وخسر السوبر المصري بسبب خطأ فردي من أحد اللاعبين، ووصل لنص نهائي الكونفدرالية. وبالمناسبة دي كانت أقوى بطولة أفريقية للزمالك يقدمها في الألفية الأخيرة، الفريق المصري الوحيد اللي كسب فريق من جنوب أفريقيا على أرضه. فيريرا نجح مع تيم مستحوذ عليه كبار السن وقدر يحسم المركز الأول في المجموعات متفوقا على أورنالدو. أورنالدو ده اللي خرج الأهلي وقتها والصفاقسي والليوبارد، ومجموعة كانت صعبة. خرج في نص النهائي بسيناريو عجيب برضو بعد خطأ فردي من أحد اللاعبين. الزمالك كان أكتر فريق يحقق نقاط في البطولة كلها بواقع 15 نقطة في مجموعة برضو فيها أسماء تقيلة زي أورنالدو والصفاقسي. قدر يكسب أورنالدو ذهابا وعودة والصفاقسي ذهاب وعودة، وبقى الزمالك هو أول فريق مصري وهو الوحيد اللي قدر يحقق الفوز على فريق من جنوب أفريقيا ذهابا وإيابا. وكنا أقوى خط هجوم في المجموعات وأقوى خط دفاع في البطولة كلها، سجلنا 12 هدف في 6 ماتشات واستقبلنا 4 أهداف فقط،
عموما هي كانت بطولة حققنا فيها أرقام جديدة وقياسية، مش بس بالنسبة للزمالك إنما بالنسبة للأندية المصرية كلها في أفريقيا، وهي إننا أول فريق مصري يوصل ل 15 نقطة في دور المجموعات، عشان بعدها يطلع المجنون يقول إنه مدرب فاشل ويقيله، وبعدها يوصل الفريق اللي أسسه جيزفالدو فيريرا لنهائي أفريقيا 2016، قبل ما نعاني بقى من بعده بست سنين ما خدناش فيهم دوري تاني. ومن ضمن تصريحات اللاعبين في الوقت ده واللي كانوا بيتدربوا تحت ايد جدو فيريرا هو احمد عيد، اللي قال ان فيريرا كان بيقول لنا انتوا ما بتعرفوش تلعبوا كوره. وبالفعل فيريرا قعد مع اللاعبين اكتر من 45 يوم يعلمهم ازاي يباصوا وازاي يستلموا، عشان بعدها فيريرا يروح السد القطري. وهنا ما كانش رايح لفريق لوحده، هو كان رايح دولة كاملة يدرسهم ويستفيدوا من خبراته بجانب تدريبه للنادي. ومن أرقامه المرعبة إن الفريق تحت إيده سجل 313 هدف في 106 مباراة، فاز بالدوري والكاس والسوبر، ووصل نص نهائي دوري الأبطال، لكنه خرج بأفضلية الهدف خارج الديار للفريق التاني. عشان كده كنا بنقول إن فيريرا مزيج من المتعة الكروية وسوء الحظ. وبعد كام لفة في البرازيل والبرتغال والاعتزال رجع من تاني عشان ينهي قصته مع الزمالك والموسم الإعجازي اللي قدمه بعد ما قدر يفرق عن الأهلي ب 11 نقطة، وقدر في النهاية يفوز بالثنائية مرة تانية. وشغل الأكاديمي نجح من تاني مع أشباه لاعبين. فيريرا معلم ومحاضر كبير، راجل يعلمك يعني ايه لاعب كرة قدم. يمكن كل تلاميذه فعلا سبقوه، ويمكن يكون هو فعلا الحمار اللي قاعد يشتغل ومعرفش يبقى حصان، لكنه حمار طلع من تحت ايده اكتر من 50 حصان. اختياراته جايز تكون عطلت نجاحه وحياته، لانه ما كانش بيهتم يطلع فوق على قد ما كان بيهتم يبني تحت. مدربين كتير جدا طلعوا من تحت ايده جريوا على اوروبا شرقا وغربا، بس هيفضل هو شيخ المدربين زي ما لقبوه الشعب البرتغالي. وانه يفوز بافضل مدرب في البرتغال 3 مرات على التوالي في ظل وجود الاسماء دي كلها، وكمان ان المسيره اللي احنا بنتكلموا فيها دي فيريرا بداها وهو فوق ال 65 سنه، فقولا واحدا احنا بنتكلم عن اسطوره تدريبيه. ولكن للاسف المسيره دي كلها بيتقلل منها من الجمهور المصري، ولما معظم المحللين امثال احمد عز وتامر بدوي قالوا ان لازم مصر تستفيد بفيريرا بكل دقيقه عيدها هنا ويطور الرياضة فيها، التصريحات دي اتقابلت بالتريقة والسخرية بس عشان خاطر الألوان. أنا متأكد إن فيريرا لو كان بيدرب الأهلي في الظروف اللي دايما فيها الأهلي كان نجح نجاح لم يسبقه أحد، لأنه ببساطة كده هو أعلى مدير فني دخل مصر على مدار تاريخها. وحتى لقب البروفيسير ده بعض الناس فاكرة إن إحنا اللي سميناه كده عشان بيكسب الإنتاج الحربي وإنبي، لكن هو بروفيسير عشان اللي قدمه لكرة القدم. الإلهام اللي سابه لكل واحد شافه كان كبير، وسيظل جيزفالدو فيريرا هو صانع افراح جمهور الزمالك. لو عجبتك الحلقه بقى ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناه. كان معاكم ادي هشام، مع السلامه.